ما ابغاها تتناكع، تفاصخ ما شاء الله. اليوم يا اخوان طبختنا من زمان عنها، فقررت اليوم اسويها. نسوي مندي في قدر الضغط، مندي دجاج، فخلوكم معانا وان شاء الله تستمتعون. اول شيء بنبدا بتتبيل الدجاج. عندنا هذه بهارات مندي، ان شاء الله قريب تنزل في المتجر، نحط منها كمية طيبة. ابغاها حراق نضيف بابريكا حارة، هذه متوفرة في المتجر. انا ابغاها حراق واضيف وبنضيف ملون طعام احمر شوية بس، شايفين؟ بس هذا كفاية. بننزل شوية ملح وننزل عليها زيت زيتون. والله ريحة البهارات من دم حين اشمها. ونحرك. والحين نتبل الدجاجة. نمسجها. طبعا الرز اللي عندنا مغسول بس عنبر، بنضيف عليه شوية زيت زيتون، بهارات صحيحة، قرفة وورق غار وليمون أسود وشوية زبيب، ونملح. ونضيف الموية. الموية لازم يزيد شوية بس، كذا كفاية. نزلنا الرز بهذا الشكل، ودحين بننزل المرخ. ما عندك مرخة عادي حط محل المرخ قسطير. واخر شيء بننزل الدجاج. قفلنا عليه. دحين بنطلع النار نار عالية. اول ما يصفر معانا الصفيرة بنحطه على نار شمعة خفيفة مرة، ونحسب له 35 دقيقة ل 45 دقيقة على حسب حجم الدجاج. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، سلم مستوية لما خلاص ما شاء الله الاستواء. آخر مرحلة وأهم مرحلة، فنجان فيه زيت وننزل عليه فحم عشان تطلع نكهة المندي. 3 دقايق بس. هذا الجنب ما أبغاها تتناكع، تفاصخ ما شاء الله. طلع نصه هنا. وهذا الرز ما شاء الله، بصل مكرمل وكذا خلاص. هذه النتيجة النهائية. بسم الله ونجرب. شوفوا الاستواء. هذا الصدر.